اهلا وسهلا بحضراتكم. في نهاية الفيديو ده هتكونوا قادرين ان انتوا تعرفوا مقاس نظارة القراءة بتاعكم، تقدروا ان انتوا تحددوا ولو بصورة مش دقيقة 100%، بس هتبقوا عارفين الفكرة. اهلا وسهلا بحضراتكم، والنهاردة هنتكلم في فيديو عن ازاي انت تقدر تعرف مقاس نظارة القراءة بتاعك. والفيديو بتاعنا ده مش بديل عن الكشف الطبي، ومش هيخليك ان انت تكتب مقاس النظارة بايديك، بس هيساعدك ازاي الدكتور بيعمل مقاس نظارة القراءة. لو انت من الناس اللي مش حابين يعرفوا الفكرة العلمية وعايزين على التطبيق العملي على طول، هتلاقي في الفيديو مقسم لأجزاء. روح لفقرة التطبيق العملي. قبل ما نتكلم عن نظارة القراية، عايزين نعرف اصلا هو احنا ليه بنلبس نظارة قراية. عايز اقول لكم ان العين في البعيد بتشوف بدون ما تبذل اي مجهود، سواء بقى انت لابس نظارة او مش لابس نظارة، نظرك كويس او مش لابس، مش نظرك مش كويس، غالبا في اغلب الحالات انت بتشوف في الرؤية البعيدة بدون ما عينك تبذل مجهود، وانا بقول تقريبا. طيب في الرؤية القريبة الموضوع مختلف تماما. الرؤية القريبة العين بتبذل مجهود، بتزود من القوة بتاعتها عشان نشوف الحاجة القريبة. طيب هي بتعمل كده ازاي؟ بتعمل عن طريق الزومينج، نظام التقريب. والنظام ده اللي اتاخد منه بعد كده الزوم اللي في الكاميرات وفي الموبايلات اللي حضرتك ماسكها دلوقتي. الزوم بتاع العين او الزوم او التقريب او التعود على الرؤية القريبة عملية اسمها الاكوموديشن. دي حاجة ميزة ربانية او معجزة ربانية ربنا خلقها في العين. العين بتزود القوة بتاعتها لما بيجي اشارة للمخ ان واحد عايز يقرأ والرؤية مزغللة، فبيحصل سلسلة من الرفلكسات وردود الأفعال وخلايا عصبية طالعة للمخ وبتاخد إشارة إن إحنا محتاجين نقوي العين بتاعتنا، محتاجين نزود القوة بتاعت العين. وبتيجي إشارات عصبية بتيجي لعضلات اللي هي العضلات اللي بتعصر عدسة العين فتزود القوة بتاعت العين، بتعلي قوة العين فتخليها تقدر تركز على الحاجات القريبة. الموضوع ده اسمه الاكوموديشن، والموضوع ده بيحصل سموثلي، بيحصل بسلاسة، انت ما بتحسش بيه، ده رد فعل في خلال اجزاء من الثانية. سبحان الله. الموضوع ده شغال من بداية ما انت تبدأ تقرأ وتكتب لحد سن 40، وده السن الفيصلي. من بداية سن 40 بيحصل برضو حاجة طبيعية اسمها بريسبايوبيا او ضعف القراءة، ضعف القراءة القريبة. العين ما بقتش قادرة ان هي تقرأ كويس في البعيد، والزومينج بتاعنا ده ما بقاش بيحصل كويس. طب ليه يا دكتور محمد؟ واحد هيقول لي دلوقتي يا دكتور محمد انا عندي 40 سنه وقادر ان انا اشوفك كويس من غير نظاره القرايه. اقول له لا، انت مش شايفني كويس. لو شايفني كنت عملت سبسكرايب. انزل دلوقتي اشترك في القناه. طيب هو بيبدا من سن ال 40، وفي ناس بيجي لهم قبل سن ال 40 عن 39، وده بنسميها بري تيرم بريسبايوبيا او ضعف القراءه اللي جاي بدري عن ميعاده شويه. وفي ناس بتقعد ما بعد ال 40. هو بيحصل ليه؟ بيحصل نتيجه عضلات العين اللي هي بتضغط على عدسه العين دي، العضله نفسها بتضعف. العدسه بتاعتنا بتبقى طريه واحنا صغيرين سوفت، ومع الوقت ومع السن بتبدا ان هي تنشف، فالعضله ضعيفه والعدسه ناشفه، فبيحصل حشرجه او بيحصل مشكله في القراءه. فعشان كده ما بنعرفش ان احنا نقرا كويس. والموضوع ده ما بيحصلش قوله في صادم، ده بيحصل بالتدريج. تلاقي ان انت الحاجات الكبيره قادر تقراها، بس لو قرات فتره طويله تبقى عينك مضايقاك. تلاقي ان انت بعد فتره حتى الحاجات الكبيره ما بقتش قادر ان انت تشوفها، فبتحتاج تلبس نظاره القرايه. الموضوع بيجي تدريجي، ما بيحصلش قوله في صادم، ما بيحصلش فجاه. لذلك كان بقى دعت الحاجة ان احنا هنلبس نظارة للقراءة. نظارة القراءة دي نظارة هتريح عضلات العين، مش هتبدأ ان العضلة بتاعت العين تعصر على العدسة ويحصل صداع ويحصل المشاكل اللي بتحصل في العين. فاحنا بندي نظارة او بندي نظارة موجبة عشان تكبر الحاجة، تخليك تشوفها كويس وتريح عضلات العين. طيب تمام. النضاره دي، هل النضاره دي مقاسها ثابت؟ لا، لان انت بتبدا العضله شغاله شويه، فانت بتديها جزء من اللي هي فقدته، بتبدا ان هي تضعف شويه، فانت بتعوضها شويه من الجزء اللي هي محتاجاه. كان في قاعده دكتور زميلي قالها لي، وهي قاعده كويسه قوي، دي اللي انا ماشي بيها. يبقى عند سن 45 اتفقنا ان نضاره القراءه قوتها 1.5.
عند سن 50 نضارة القراءة قوتها 1.75، عند سن 55 قوة النضارة 2.25، عند سن 60 قوة النضارة 2.5. ودي أقصى قوة احنا بنكتبها 2.5 بلس 2.5. طيب هل كده المعلومة خلصت وانتوا كده عرفتوا النضارات بتاعتكم؟ لا، البلس 2.5 دول احنا بنحطهم على نضارة المسافات. صح لي بقى كده؟ يبقى ده دلوقتي انا هتكلم في الجزء العملي. البلس 2.5 اللي انا اتكلمت عليهم او بلس 1.5 في سن 45، واحد جاي لي يا دكتور انا عندي 45 سنة وعايز اعمل نضارة قراءة. طيب المفروض على حسب القاعدة بتاعتنا مقاس نضارة القراءة بتاعته 1.5، الكلام ده صح، بس هو ناقص له حتة صغيرة خالص، 1.5 فوق نضارة المسافات. لو الشخص ده هيبقى قدامنا 3 احتمالات. الشخص ده ما عندوش ضعف نظر فالمسافات عنده زيرو، ما عندوش اي مسافات خالص. الشخص ده عنده طول نظر فعنده مقاسات بالبلس، والشخص ده عنده قصر نظر فعنده مقاسات بالماينس. تعالوا بقى نطبق على ال3 حالات دول. جالنا الشخص ده عنده 45 سنة، عنده بداية ضعف في القراءة في القريب، والمقاسات بتاعته زيرو. يبقى زيرو زائد 1.5 يبقى قوة نضارة القراءة بتاعته 1.5. طيب جينا بنكشف عليه لقينا ان هو عنده ضعف نظر شويه في البعيد، عنده طول نظر، عنده درجه طول نظر في العينين الاثنين. يبقى اذا نضاره المسافات القراءه بتاعته هتكون ايه؟ ايوه مظبوط، 1.5 زائد الواحد اللي في كل عين يبقى نضاره القراءه بتاعته 2.5 ونضاره المسافات بتاعته 1. طيب لقينا واحد بقى عنده قصر نظر -2 مثلا، قصر النظر -2، بس ده مش هيجي لي في العاده، هقول لكم دلوقتي بعد ما نطبقها هتكون ليه. واحد القصر النظر بتاعه -2، فانا هديله نضاره قراءه هتكون كام؟ شاطرين، -2 بلس 1.5 يعني نضاره القراءه بتاعته هتكون -0.5. طب ليه بتاع قصر النظر ده ما بيجيش؟ في واحد بدا يلقطها. ايوه مظبوط، لان هو اصلا عنده قصر نظر، فانا لما هديله عليه بلس غالبا النضاره بتاعته يا هتكون زيرو يا هتكون مقاربه للزيرو. يعني هو بيعمل ايه؟ يعني هو بيرفع النضاره القصر النظر بتاعته عشان يقرا كويس، عشان -2 او -1 او -نص او -3/4 او اي سالب عنده، بالذات لو سالب بسيط، ده هيغني عنه عن نضاره القراءه كانه لابس نضاره قرايه في عينه. بس ده طبعا بيكون في حاجه، يعني مش في كل الحالات. لو واحد عنده قصر نظر شديد قوي برضه مش هيبقى مرتاح في نظاره القرايه. لو واحد بيقرا كتير برضه هيحتاج نظاره قرايه. فده ليه بقى الموضوع بيجي متاخر شويه في الناس اللي عندهم قصر نظر؟ هو عنده ضعف بس ايه اللي معوضه؟ قصر النظر اللي عنده، كانه مركب نظاره قراءه في عينه. فهمتوها كده؟ تمام. يبقى احنا بنحط القيمه الثابته فوق نظاره المسافات بتاعتنا. طب لو واحد نظره كويس في البعيد، ما عندوش اي قياسات خالص، يبقى هيقدر يطبق القاعده دي. واحد عنده 60 سنه وما عندوش اي ضعف في البعيد والدكتور كشف عليه قبل كده وما طلعلوش اي قراءات، يبقى هو عارف ان نضاره القراءه بتاعتنا بلس 2.5. طب واحد كان عنده نضاره كان جايبها كانت مقاسه 1.5 وهو عنده 45 سنه، دلوقتي بقى عنده 50 سنه، يقدر من النظارات الجاهزه اللي موجوده في الصيدليه ان هو يزود ربع درجه، ان هو يزود نص درجه، وهيلاقي ان النضاره بتاعته مظبوطه. زي ما قلنا ده مش بديل عن الكشف الطبي، دي القاعده اللي احنا مطبقينها. اتمنى الفيديو ده يكون فات حضراتكم، اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. كان معاكم دكتور محمد جوده، مع السلامه. تخيل قاتل متسلسل ذكي قدر ان هو يفلت من الشرطه سنوات عديده جدا، بس بيتقبض عليه وبيتمسك بسبب غريب عمرك في حياتك ما هتسمعه قبل كده.